ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف ومهم جدا، وهو عن قصص نجاح شباب كوريين عاديين بدأوا من الصفر ووصلوا لأحلامهم. فتعالوا نكتشف مع بعض ازاي الصبر والاجتهاد خلى ناس عادية توصل لنجاحات غير عادية. القصة الأولى معانا لي بيونغ تشول، مؤسس شركة سامسونج. زمان كان في شاب كوري بسيط من عيلة مزارعين اسمه لي بيونغ تشول. قرر يبدأ بمشروع صغير لتصدير الرز والسكر، لكن الأمور ما مشيتش زي ما كان متوقع وتعرض لخسائر كتير. بدل ما يستسلم فكر في فكرة جديدة وبدأ في شركته الخاصة اللي هي سامسونج كشركة تجارة صغيرة دلوقتي، وسامسونج بقت واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم في الوقت الحالي. القصة التانية بانج شي هيوك، مؤسس شركة هايب اللي بيشتغلوا فيها بانج شي هيوك كان مجرد ملحن عادي بيشتغل في صناعة الموسيقى. قرر يبدأ شركته الخاصة، لكن في البداية كان عنده فريق صغير جدا اللي هو BTS يعني، وما كانش حد مهتم بيهم. بدل ما ييأس فضل يطور الفريق اللي اتحول بعد كده BTS. دلوقتي الشركة بتاعته من أكبر شركات الترفيه، BTS فريق عالمي بيحقق نجاحات ضخمة وأكيد انتوا عارفينها. القصة الثالثة لي سوك يونغ، من بائع في الشارع إلى صاحب سلسلة مطاعم ضخمة. لي سوك يونغ كان شاب فقير بيبيع أكل الشارع علشان يساعد أهله، وكان بيجرب وصفات جديدة لجذب الزباين. ولما الوصفات عجبت الناس قرر يفتح مطعمه الخاص. بمرور الوقت مطعمه بقى مشهور جدا وفتح أكتر من فرع في أنحاء كوريا كلها. القصة الرابعة والأخيرة كيم يونا، ملكة التزلج الفني. كيم يونا كانت طفلة عادية، لكن كان عندها حلم إنها تبقى بطلة في التزلج. رغم قلة الإمكانيات والتدريب الصعب اشتغلت على نفسها بجدية، وفي النهاية بقت أول كورية تفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في التزلج الفني. القصص دي بتبين إن النجاح مش مرتبط بالمكان اللي بدأنا منه، لكن بالمجهود والإصرار اللي بنبذله. دي أكتر قصة عجبتكم، ولو عندكم أحلام كبيرة عايزين تحققوها اكتبوا لي في التعليقات. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وانيا.